منهم اللي أول ما وصلت رجلها اتكسرت واللي مقضيها جيم ومش بيخرج ولا حد بيشوفه، ده غير اللي موجودين يا إما على البحر أو في الحفلات، ومنهم اللي استغل الموضوع وقضاها شغل وبس على البحر. عمرو دياب وأحمد سعد كانوا نجوم المكان، وكريم فهمي كشف مفاجآت كتير عن نفسه، وأحمد حلمي وعمرو يوسف قضوها سوا من غير مراتاتهم، وشلة إلهام شاهين كان ليها صوالات وجولات، وليلى علوي حصل لها اللي محدش كان يتوقعه أبدا. الصيف السنة دي في الساحل الشمالي كان وشه حلو على ناس كتير ووشه وحش على ناس تانية. يا ترى مين اللي طلع كسبان من صيف الساحل السنة دي؟ ومعقول في ناس قعدت أكتر من 3 شهور هناك؟ ويا ترى إيه حكاية مي سليم وأيتن عامر واللي حصل معاهم؟ هل فعلا إيمان العاصي ناس كتير انتقدتها بسبب الساحل السنة دي؟ كل دي تفاصيل وأكتر هتعرفوها عن النجوم والمشاهير وعملوا إيه السنة دي في الساحل. كملوا الفيديو للآخر ومفاجآت مش هتخلص. صيف الساحل بدأ بحفلات عمرو دياب اللي كسرت الدنيا، واللي كل حفلة فيهم كان فيها نجوم ياما جم عشان يبقوا جنب الهضبة ويحتفلوا معاه، وأحمد سعد جه بعد الهضبة في عدد كبير من الحفلات والسهرات نمسك الخشب يعني. دول بقى كانوا مقضيينها شغل على شوية فسح وبحر طبعا مش بيفرقوه طول ما فيش شغل. بس على الناحية التانية خالص أحمد حلمي وعمرو يوسف كانوا قاعدين لوحدهم هناك، وده عشان منى زكي بتصور في السعودية وكمان كندا علوش بتصور في القاهرة، فكانوا مع بعض ومقضيينها بحر وحفلات ومروقين على نفسهم. كريم فهمي كمان قعد في الساحل فترة طويلة، وطبعا معاه مراته وبناته اللي مش بيسيبوه أبدا، وحضر من الحفلات كتير قوي، بس عمل لقاءات هناك وعرف يشتغل وسط الزحمة دي كلها. اللي كانوا عاملين شلة بقى لوحدهم وبيحاولوا يستمتعوا بكل لحظة في يومهم هم إلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي. دول بقى بعد ما سافروا بره رجعوا قضوا باقي الأيام في الأجازة في الساحل، وكانوا بيتعاملوا ولا كأنهم ولاد ال20 سنة ومبسوطين، ولا باين عليهم سن ولا حاجة. وطبعا مش هننسى نادية الجندي اللي كانت قاعدة ما بين البحر وأصحابها، وكمان المؤتمرات الفنية اللي بتحصل هناك واللي كانت مش بتفوت اي حاجه فيهم، ده غير التكريمات اللي حصلت عليها في الايام دي. احمد عز بقى كان ليه دماغ تانية خالص طول الصيف، انه مقضيها جيم الصبح وبحر بعدها، بس لا بيظهر في تجمعات ليها علاقه بالفنانين ولا مختلط خالص باي حد حتى من اصحابه، وبيتوتي على الاخر، حتى ما فيش حد اخد ليه صوره بالصدفه في اي مكان. بس كانت من مفاجآت الساحل هو احمد مالك وهدى المفتي اللي ظهروا في اكتر من حفله ومناسبه مع بعض، وظهرت ما بينهم نظرات كتير بينت قصه الحب اللي مستخبيه بين الاثنين واللي الناس كلها مستنيه انهم يعلنوا عنها. اما بقى ايمان العاصي فهي في الساحل من اول الصيف، وكمان معاها الفنانه مي سليم، وكل يوم اطلاله ليهم ولا اروع من التاني. طبعا في ناس كتير انتقدتهم بسبب لبسهم اللي شافوا انه جريء شويه، ده غير الفنانات اللي حصل لهم مشاكل من اول ما وصلوا الساحل. وكانت اولهم غادة عبد الرازق اتكسرت رجلها من تاني يوم وقعدت على كرسي متحرك، وبعد ما كانت ناويه تقعد شهر فضلت اسبوعين على الكرسي مش عارفه تروح ولا تيجي لحد ما قامت من جديد، بس كانت قافله على نفسها مع بنتها واحفادها وملهاش دعوه بحد. اما ايتن عامر فزي ما تقول كده اتحسدت بعد الصور والبحر والحركات كل شويه، فجاه تعبت ودخلت المستشفى بسبب دور برد قوي حصل لها، وفضلت كذا يوم موجوده في المستشفى، واختها وفاء معاها لحد ما اطمنوا على صحتها وخرجت تاني. انتوا بقى لو في الساحل هتقضوا يومكم ازاي؟ شاركونا في التعليقات.